بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. باشمهندس باسم هشام معاكم النهارده بإذن الله مكملين في موضوع سوليد وركس اسمبلي، واحنا لسه في الادفانسد ميد تكنيكس. اتكلمنا على بعض الحاجات اللي ممكن تسرع شغلك وانت شغال في الاسمبلي، وخصوصا لو الحاجات دي بتتكرر بشكل كبير. انا متأكد ان انت معظم الحاجات دي ما كنتش تعرفها قبل كده، واكيد لو انت بدأت ان انت تستخدم التكنيكس دي في شغلك هتسرع جدا الاسمبلي ميتس بتاعتك. الحاجات اللي معانا النهارده، المثال اللي معانا النهارده هو الكوبي ويز ميتس. طبعا احنا خدنا المره اللي فاتت واحده من ضمن الادفانسد ميد تكنيكس، ان احنا ازاي نعمل انسيرت الكومبوننت كان ليها ميت ما بينها وما بين بعضها. انت اوريدي عملتها قبل كده. طيب لو احنا عايزين بقى نتحكم اكتر في الكومبوننتس اللي احنا بنعمل لها كوبي، يعني احنا عندنا اكتر من كومبوننت عايزين نتحكم فيها بشكل اكبر من المره اللي فاتت، من الحاجه اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. فالكوبي ويز ميتس يا باشمهندسين واحده من ضمن التكنيكس المهمه جدا اللي انت كسولد وركس يوزر لازم أن تكون بتعرف تستخدمها وفاهم معناها كويس. المثال اللي معانا النهارده هيوصل لك الموضوع، هيفهمك الموضوع، وانا احاول ان شاء الله على قد ما اقدر ان انا ابسط لك المعلومه على قد ما اقدر، بحيث ان انت تبقى فاهم الكونسبت فتقدر تستخدمها بعد كده بسهوله. المثال اللي معانا النهارده زي ما حضرتك شايف احنا عندنا الاسمبلي في ثلاثة كومبوننت، في السنتر بول وبعد كده في السبيسر والستب. الهدف مننا ان احنا نعمل كوبي ويز ميتس، يعني احنا بنعمل كوبي لكومبوننتس اوريدي موجوده معاك في الاسمبلي بالميتس بتاعتها، بس تقدر تتحكم كمان في الميتس دي كمان بشكل اكبر من الحاجه اللي احنا خدناها قبل كده. طيب بنعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندسين؟ ان انت حضرتك بتيجي على الانسيرت، على الكومبوننت، كوبي ويز ميتس. طبعا احنا عارفين لو انت حضرتك مش لاقي الفيتشر دي، كل اللي حضرتك بتعمله ان انت بتيجي على السيرش كوماند وتتاكد طبعا ان انت عامل الكوماند وتعمل كوبي ويز ميتس. هتبص تلاقي ان هو يظهر معاك، لو انت دوست على العين ده هيبدا يوريك اللوكيشن بتاع الكوبي ويز ميتس فين. تمام، انا حرفيا مش ماسك الماوس، هو اوتوماتيك بياخد الماوس بتاعك وبيروح بيشاور لك على المكان اللي موجود فيه الكوبي ويز ميتس. تمام، حضرتك هتيجي تدوس على الكوبي ويز ميتس. تعالوا نبص بقى على الحاجه اللي ظهرت معانا في البروبرتي مانجر. اول حاجه بيقول لك ايه هو السلكتد كومبوننت اللي انت عايز تعمل لها كوبي ويز ميتس. طبعا السلكتد كومبوننت مش هتكون هي البول، لا هتكون الستيب والسبيسر، صح كده؟ هم دول الحاجه اللي انا عايز اعملهم كوبي ويز ميتس. تمام، عايز اعمل منهم كذا نسخه على البول، فاكيد انا مش هاخد البول معايا. تمام، جميل جدا يا باشمهندس. حضرتك بعد ما خلصت سيلكشن للتو كومبوننت دي هتيجي تدوس نيكست. هيبدا يقول لك طيب انا لقيت كسوليد ووركس، لقيت ان الكومبوننتس اللي انت حضرتك اخترتهم دول فيهم 4 ميتس، فيهم كونسنتريك، وحاليا هو معلم عليه الكونسنتريك اللي هو اللي حضرتك شايفه بالبول اكيد يعني، وكونسنتريك تاني طبعا بالسبيسر واحد، واحد هيبقى بالستيب واحد بالسبيسر اكيد يعني، وعندك كوينسيدنت ميت. طبعا كل الكلام ده انت محتاج ان انت الاول تروح كده ادي كونسنتريك اللي هو كونسنتريك 11، وعندك كونسنتريك 2 تمام، شايف اللي هو موجود تقريبا بالستيب، وعندك كوينسيدنت واحد، كوينسيدنت واحد اللي هو الفيس بتاع السبيسر مع الفيس بتاع البول، وعندك كونسنتريك 3 اللي هو كونسنتريك 3 اللي هم التو فيسز بتوع الهول الصغيره. تمام، طيب دي كده السوفت وير على طول قدر يتوقع، مش قدر يتوقع، قدر يعرف ان دول الاربعه ميتس اللي موجودين في الستيب والسبيسر. تمام، انت دلوقتي بتسأل نفسك سؤال: هل يا باشمهندس الميت اللي انت اللي موجود يعني الميتس اللي موجوده هنا كده، الميت ده انت محتاج تكرره ولا محتاج تعدله؟ تاني، انت حضرتك هتسأل نفسك سؤال: الميت اللي موجود دلوقتي او اللي السوفت وير طلعه لك، انت محتاج تكرره ولا محتاج تعدله؟ لو محتاج تكرره كل اللي حضرتك بتعمله ان انت هتدوس ريبيت فقط لا غير. لو انت محتاج تعدله هقول لك تختار الريفرنس الجديد. تمام، يبقى حاجتين تانية يا باشمهندسين: كوبي ويز ميتس عرفنا احنا بنجيبها ازاي، ولو مش موجودة عرفنا هندور على الفيتشر ازاي.
السوفت وير بيطلع لك الميتس اللي ليها علاقه بالكومبوننتس اللي انت اخترتها. في الوضع الحالي بتاعنا طلع لنا 4 ميتس. ال4 ميتس دي حضرتك هتسأل نفسك سؤال: انت عايز تكررها ولا عايز تعدلها؟ لو عايز تكررها كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتدوس ريبيت. لو عايز تعدلها هتختار الريفرنس الجديد. بسيطة، ان شاء الله بسيطة، وتعالوا نجرب مع بعض واحدة واحدة. طيب بالنسبة لكونسنتريك 11، هل انت محتاج تعدل حاجة في الكونسنتريك 11؟ طبعا لا، لان الكومبوننت الجديدة اللي هتضاف، الكابل الجديدة اللي هتضاف، انا عايزها برضو تكون كونسنتريك بالبول، صح كده؟ فانا كل اللي انا هعمله على الكونسنتريك 11 هروح قايل له ريبيت، ولا اكتر ولا اقل. بسيطة. طيب هاجي على الكونسنتريك اللي بعدها اللي هي كونسنتريك كام؟ كونسنتريك 2. كونسنتريك 2 يا باشمهندس زي ما حضرتك شايف هي ليها علاقة بالسنتر بول مع الستيب. طب هل انت عايز تكررها ولا عايز تعدلها؟ طبعا عايز اكررها، مش محتاج ان انا اغير اي حاجة بالبول، فهقول له ريبيت. نفس الموضوع. النقطة اللي بعد كده هي فكرة الكوينسيدنت. كوينسيدنت لو تلاحظ هو علاقة الستيب البول. هل انت عايز تكررها ولا عايز تعدلها؟ يعني عايز تحط نفس الميت اللي كان موجود قبل كده، يعني الميت الجديدة الكومبوننت الجديدة اللي انت هتضيفه او هتعمل له كوبي، عايزه ياخد نفس الفيس القديم اللي كان مع البارت القديم؟ طبعا لا، لان السبيسر القديم ده يا باشمهندسين كان ماسك الفيس اللي هو البربل اللي هو اللي تحت بتاع البود. مش ده الفيس اللي انا عايزه يبقى كوينسيدنت. السبيسر ده انا عايزه يبقى على الفيس اللي هو بتاع الستيب، صح كده؟ فانا مش عايز ان انا اكرره، انا عايز ان انا اعدله، فهختار ريفرنس جديد. الريفرنس الجديد ده هو الفيس ده. تمام. هيجي للسؤال اللي بعد كده، الكونسنتريك 3 اللي هو التو فيسز اللي كانوا ما بين السبيسر الاولاني والبول. هل انت عايز تكرره ولا عايز تعدله؟ نفس السؤال اللي بنسأله لنفسنا كل شوية. هل انا عايز اكرره؟ لو انت عايز تكرره اوكي دوس ريبيت، وساعتها كل الستبس هتبقى فوق بعض بالظبط لان هم كلهم واخدين نفس الهول. طب لو انت عايز تغيرها شوية وعايز تعدلها شوية، كل اللي حضرتك هتعمله ان انت هتختار ريفرنس جديد، الا وهو مثلا الفيس ده. هتلاحظ ان خلاص ان ده واخد كيرف لان انت اخترت كونسنتريك مع هول مختلفة، فبدأ ياخد كيرفيتشر شوية وانت ماشي. خلصت كده يا باشمهندس الستيب الاولى. خلصت الستيب الاولى، حضرتك مطالب منك ان انت تدوس رايت كليك. كده انت عملت اول كومبوننت. تمام. هتلاحظ معاك بقى ان الريبيت زي ما هو اكتف، صح كده؟ لان هو خلاص دي حاجه مش هنغيرها. وهنعمل كوبي جديده لو انت عايز تعمل كوبي. لو انت عايز تعمل كوبي هنعمل كوبي جديده. الكوبي الجديده دي هتبقى كوينسيدنت بايه يا باشمهندسين؟ عايز تكررها ولا عايز تعدلها؟ في الحاله دي احنا عايزين نعدلها. نعدلها بايه؟ احنا المره اللي فاتت اخترنا الفيس ده، عايزين نعدلها ان احنا نختار الفيس ده، صح كده؟ تابع معايا. طيب الكونسنتريك، فاكر الكونسنتريك كان عامل ازاي؟ بالاول فيس، وبعد كده اخترنا الفيس التاني. احنا عايزينه بقى كونسنتريك بالفيس التالت. فبدأت الستيب تنزل بالشكل اللي هي واخد كيرفيتشر لان انت اخترت هول مختلفة. محتاجين نثبت ده، هنعمل ايه يا باشمهندسين؟ رايت كليك. بعد كده هيبدأ يسألك انت عايز يا باشمهندس الخطوة اللي بعد كده تبقى كوينسيدنت بايه؟ هقول له بالفيس ده. طب وكونسنتريك بايه؟ هقول له الفيس اللي بعده. احنا اخترنا 1 2 3 4. تمام. في الوضع ده هقول له رايت كليك. لو انت خلصت ماشي مفيش مشكلة، لو عايز تضيف واحد كمان مفيش أدنى مشكلة، تعالى نضيف واحد كمان. أضيف على الفيس ده وأقول له أنا عايز الفيس الخامس. 1 2 3 4 5. عشان يبقى معاك بالشكل ده هنقول له رايت كليك عشان نأكد، وبعد كده نكنسل الكوبي ويز ميتس عشان يظهر معاك الكوبي ويز ميتس بالشكل الجميل ده. موضوع بسيط، موضوع محتاج ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه وبتستخدم السوفت وير ازاي عشان توصل للنتيجة اللي حضرتك شفتها. تمام. اتمنى تكون حضرتك استفدت بالموضوع ده. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام عليكم.